السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ليه الرزق بيزيد في رمضان؟ ليه رمضان شهر البركة والخير وليه مش كل الشهور زي رمضان؟ طبعا لعدة أسباب، وأهم الأسباب دي إن شهر رمضان ليه فضل عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده شهر رمضان غير كل الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكمان فيه فريضة من أهم الفرائض اللي فرضت على المسلمين اللي هي الصيام. ده أمر متعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن في عدة أسباب متعلقة بينا إحنا كبشر. تعالوا بقى بسرعة نعرف الأسباب دي. أول سبب طبعا هو التقوى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. احنا بنصوم رمضان علشان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نصوم رمضان. احنا بنلتزم بامر ربنا سبحانه وتعالى وبنتقي غضبه وبنصوم في شهر رمضان، علشان كده الرزق بيزيد جدا في شهر رمضان. تاني حاجه ان احنا بنبقى ملتزمين جدا بالعباده في شهر رمضان، بنبقى محافظين جدا على الصلاه في شهر رمضان سواء فرائض او سنن. وطبعا الصلاه بالذات من اهم اسباب زياده الرزق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تالت حاجة واللي بتميز شهر رمضان عن أي شهر تاني إن إحنا كلنا بنتسابق علشان نختم في القرآن. كل واحد فينا عايز يجيب ختمة واثنين وثلاثة، وفي ناس طبعا بتجيب ختمات كتير. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده عشان إحنا يعني على قدنا. فقراءة القرآن طبعا من أهم أسباب زيادة الرزق، علشان كده شهر رمضان بيبقى فيه الخير كتير جدا. رابع حاجة حفظ اللسان في شهر رمضان وكثرة الاستغفار. طبعا احنا في شهر رمضان أول ما بيحصل معانا مشكلة أول كلمة على لساننا إني صائم، زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نستغفر بقى اللهم طولك روح والكلمتين احنا بنبقى نقولهم دول. فكثرة الاستغفار من أهم أسباب زيادة الرزق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني مش بس الرزق بيبقى طعام وشراب، لا، جنات وأنهار وأموال وبنين. فالرزق بيكون كتير جدا في رمضان. ليه؟ علشان بنلتزم بحفظ اللسان وكثرة الاستغفار. خامس حاجة وهي الصدقة وزكاة الفطر. وطبعا كلنا بنبقى عايزين نطلع أفضل حاجة عندنا في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما نقص مال من صدقة. الصدقة اللي انت بتطلعها أو الزكاة اللي انت بتطلعها في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك عليها أضعاف أضعاف. احنا بقى لو بنلتزم بالحاجات دي طول السنة ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا طول السنة. لو احنا ملتزمين بالصلاة والدعاء والقرآن والاستغفار، الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا عليها. لكن احنا بنفتكرش الحاجات دي غير في رمضان بس، طبعا إلا من رحم رب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لو شاف مننا طاعة، وهو طبعا غني عن الأمر ده، لو شاف مننا طاعة طول السنة ربنا سبحانه وتعالى هيبهرنا بعطائه. ربنا يغفر لنا تقصيرنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.